موضوعنا النهارده ارتشاح او ميه خلف طبله الودن، موضوع مهم وخطير جدا وخاصه الاطفال الصغيرين. بنشرح سريعا الارتشاح. دي منظر الودن، قناه استاكيوس، الاذن الوسطى، ودي طبعا الاذن الخارجيه. انتوا خلاص بقى ابتديتوا تحفظوا معايا. المشكله الاساسيه اللي بتعمل ارتشاح خلف طبله الودن هو احنا قلنا قناه استاكيوس دي لو اتقفلت زي هنا بالظبط، لو دي اتقفلت قناه استاكيوس هيبتدي يحصل هنا ضغط نيجاتيف بريشر او ضغط سالب، يبتدي يجيب الطبله بدل وضعها الطبيعي هنا يخليها ترجع لورا، تتشفط لورا، ويبتدي الميه تترشح من كل حته في الاذن الوسطى، من جدار الاذن الوسطى لغايه ما تملى الاذن الوسطى. لما تملى الاذن الوسطى بالمنظر ده، السمع يجي يخش بدل ما بيعدي في هواء يعدي في ميه، فيبتدي السمع يقل، يبتدي يحصل كتمه في الودن. طبعا كل الكلام ده الكبار اللي بيحسوا بيه ويبتدي يعبروا عنه، انما الصغيرين للاسف ما بيعرفوش يعبروا عنه الا بيه ايه؟ مش سامع، تغيير كلام، الحروف مش مظبوطه، علي التلفزيون يا ماما، الولد في المدرسه ما بيحصلش كويس. كل الكلام ده خدوا بالكم الامهات، ده بيقول ان الولد عنده مشكله في السمع. عشان كده طيب علاج حاجه زي كده ايه؟ في الاول بندي شويه حاجات للالتهابات، حاجات للحساسيه، حاجات بتفتح قناه استاكيوس، مضاد حيوي خفيف، حاجات كورتيزون خفيف خالص عشان كل الموضوع ده يرجع زي ما كان والالتهابات تقل. لكن لو الموضوع تطور بنبتدي نتدخل جراحيا، سواء كان بشق طبله او بنحط انابيب في الودن. خدوا بالكم، ارتشاح خلف طبله الودن مهم جدا للاطفال واخطر للاطفال عنه للكبار، لان الكبير بيشرح وبيقول لكن الصغير ما بيقدرش. تحياتي ودعواتي، دكتور هشام ابراهيم.